السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في الوصفات ديال اليوم وقناتكم. الوصفات ديال اليوم غنشارك معكم صدر مشرمل، غنشاركو معاكم الفول مفور ومشرمل. الفطور ديال اليوم غيكون لذيذ وزوين وسريع، يعني حاجة اللي غزالة وسريعة. كنتمنى يعجبكم وانتم التشجيعات ديالكم الله ينصركم على من عاداكم. يلا ندوزو ان شاء الله العشية ديالنا، الروتين ديال الفطور، يعني من الأول حتى الآخر إن شاء الله. يالّا هنا بسم الله على بركة الله. أول حاجة بديت بها من بعد ما تقدينا، كنت شاركت معكم من قبل التقدية، ولكن قلت لكم الفيديو الجاي غنشارك معكم شنو طيبت. يعني أول حاجة بديت بها الفول ضروري خصو يتصايب قبل ما يلوى، يعني كيكون طري غسلته ودرتو 6 قطر، وهنايا كنقشرو بهاد الطريقة بحال هكا. كنحيد له داك الخيط اللي كيكون من برا باش كيجينا الفول المفور، كيجي معلك وكيجي زوين، ما كيجيش فيه لا خيوط لا والو. كنحيدوا له هاد الخيط هكا السيور ديالو. المهم كنحيدوهم وكنحطوه كنقطعوه طريفات ونساليوه بنفس الطريقة هكا يعني كنحيدو من هنايا. ضروري هاد الطريقة، وكنقطعوه نعمرو الكسكاس ديالنا كلّه. البرمرة عندنا كطيب، غادي نديروه كتغلى الماء كيغلى ونديروه يتفور، وإن شاء الله نشرملوه مع بعض. هنايا في نفس الوقت أنا كنت كنصايب الفول، وأميرة هنايا كانت تحك ليا هاد القشور ديال البرتقال، وراني دايرة خيزو والبطاطا كيتسلقوا، وهي غتقشر غتحك هاد القشر الأصفر وتقطع التشين والسكر وداك الخيزو والبطاطا. من بعد ما يتسلقوا غادي تقطرهم وتضيفهم لداك الشيء. هنايا غادي نطحنوا العصير ديالنا بالزربه كما قلت لكم، مع فطور خفيف ظريف وبالزربه. نسيطروا الحليب، واحد العلبه ديال دانون اللي كنخويوها في داك الحليب، مع داك كاس ديال السكر اللي دارته مع البرتقال تماك. وهنا غادي نخويو داك الجزر مع البطاطا مع داك التشين والحامض، يعني البرتقال والحامض والسكر. يعني نخويو كلشي هاد العصير وغادي نطحنوه، غيجي واحد العصير ما نعاود لكمش كيجي غزال. راه سبق ليا وشاركته معاكم. المهم كيجي كيجي هكا ملس وكيجي غزال غزال، واحد العصير زعما لذيذ كيجي. صافي هذا هو العصير ديالنا، كان خفيف ظريف. من بعد ما غادي ندير العصير وغادي نصايبو ونحطوه يبرد، غندوز ندير صدر ديال الدجاج مشرمل، وفي نفس الوقت الفول راه كيتفور. ضروري ندوزوه في الصفاية، واخا نطحنوه مزيان كندوزوه في الصفاية، لان داك كيبقاو داك الخويطات ديال التشين وديال الحامض وهذا باش كيجينا ملاس، وكيجي واحد العصير اللي رطب وغزال، كيجي بحال الشكل ديال عصيري ولا داناب ولا داك منعش ولا. المهم كيجي هكاك داك العصير ديال برا اللي لذيذ وغزال، ولكن هذا عارفين اش درنا فيه، يعني ماشي شي حاجه. دايرين فيه داك البطاطا هي اللي كتعطينا داك الختوريه، يعني اللي شربوا عندكم غيقول لكم اش فيه هاد العصير اللي مختلف، كيجي مبلس وكيجي غزال. ها نتوما كي كتشوفوا تبارك الله خاتر وزوين. حنا صافي ساليتو غادي نردو للقريعات. المهم انا كنشارك معكم كنوريكم الشكل النهائي، باش في الاخر ديال الفيديو ملي كنجي نحط الفطور راه كنتلف. ديما كيكون عندي الوصفه مزيانه ماشيه بخير، ولكن ملي كيجي الفطور كنتلف. صافي كنحطو كلشي، كيبداو الوليدات كياكلوا، ما كنكونش صورتكم الشكل النهائي. صافي هنا غادي نرجعو للقريعات وغادي نديرو في الثلاجه يبرد حتى نبغيو نفطرو ان شاء الله، وعاد نجيبوه يكون برد. هانتوما شفتوا تبارك الله كي كيبقى في الكاس خاتر. هنا غادي ناخدو الصدر ديال الدجاج مع واحد جوج كبيدات ديال الدجاج، يعني صدر كامل اللي غنقطعوه طريفات صغار، طريفات رقاقة هكا، وغادي نضيف له البصلة والتوابل وكلشي. المهم غادي نشرملو بواحد الطريقة اللي كيجي بنين ولذيذ الصراحة، كيجي غزال. إلا زعما كنعمرو به وداك الشيء، إلا ما كنا مزروبين وما عمرناش به نديروه هكا في المقيلة وكيطيب وكناكلوه بخبيز ولا بالباكيط ولا بلا، كيجي بأي حاجة، يعني كيجي بنين وساهل.
هنايا من بعد ما ساليت داك الصدر ديال الدجاج بالتقطاع، ولدي راه كيعاونني زعما الحاجه اللي كتكون هكا فيها المعيونه والوليدات كيعاونوا وهذا، وكيكون بنادم فرحان، كتجي الماكله حتى لذيذه. كل واحد ملي كيعاون كيجيك واحد الحماس في الكوزينه، يعني الفطور كيقرب المغرب، كل واحد واش كيدير كيجي تبارك الله واحد الفطور اللي شاهي والنشاط وهكا، زعما افضل ما يكون هما الوليدات يكونوا هكا في الكوزينه كيعاونوا مول الدار، المهم اي واحد فاش كيعاونك كتجي زوينه. انا هو كيقطع معايا تبارك الله الوليد ديالي الله يحفظه لي ويحفظ لكم وليداتكم الله يحفظهم يا ربي. كيقطع البصله باش نساليوها دغيا ونديروها في المقيله ونردوها طيب. هنايا من بعد ما سالينا البصله غادي نقطع شويه ديال القزبر ومعدنوس، ومن بعد غادي نديرو الزيت يعني والتوابل، شويه ديال التحميره، بابريكا، شويه ديال الخرقوم، السكنجبير، الابزار، السودانيه، الزيت، وصافي. وكنحرك كلشي. والثومه كنت درتها في الاول، راكم شفتوا الثومه. هنا شويه ديال التوابل ديال الكفته ولا ديال الدجاج، المهم اميره اللي ضافتهم، ولا ما عرفتش دارت واش ديال الكفته ولا ديال الدجاج، كاينين التوابل الكفته وديال الدجاج وديال الحوت، المهم كل حاجه. هنايا صافي غنخليهم يطيبوا ويتشحروا، وغادي نمشي نقطع واحد الحبيبات ديال المطيشه. من بعد ما يطيبوا البصله، البصله كتاخذ شويه الوقت، المطيشه في ساعه كتنزل، يعني غندير واحد شويه ديال المطيشه هكا، نقطعها غير شرائح هكا كتعجبهم الوليدات. هاد الاكله هادي كيحماقوا عليها وليداتي انا دابا، وكتجي سهله. غادي نقطعها ونخليها طيب، يعني ما كتاخذش الوقت بزاف. وفي نفس الوقت الفول صافي كيتفور، هنا غادي يكون طاب، غادي نجبدو، غادي نكمل له شرموله. واخا راني دايره معاه، درتو يفور ودايره معاه الثومه، دايره معاه كلشي، زعما درت معاه الثومه وشويه المليحه باش كيطيب بنين. صافي هنا تبارك الله نتوما شفتوا كيطاب وكيبقى اللون ديالو. هنا تعرفوا الفول الزوين هو ملي كيبقى اللون ديالو خضر هكا، كيجي داك الفول لذيذ كيجي زوين. صافي غادي نخويه في المقيله نحدو مازال سخون صافي باش نشرملو هكا وما يبقاش يكحل، لان الا خلينا في الكسكاس كيولي ديك القشره ديالو كتولي كحله، ما كتبقاش اللون ديالها هكا فاتح وزوين. صافي هنا غادي ندير الثومه جبتها، ولكن راني دايره واحد 4 ولا 5 الفصوص درتهم يتفوروا معاها، يعني صافي بلا ما نديرها. خديت قزبر ومعدنوس كما شفتوا هكا غادي نقطعو رقيق، ولكن هنايا هذا الشرموله ديال الفول كنستعملوا فيها القزبر اكثر من المعدنوس، غير شويه ولا ما درناش يكون احسن، يعني بلاش الا ما كانش زعما وما درناش ماشي مشكل. هو القزبر اللي كيبغي الفول كيبغي القزبر بزاف. صافي كنحاولوا نرقوه بحال هكا. انا الفول ما كندير له الشرموله بزاف، كندير له القزبر والكمون، هادو هما والهريسه هما اللي كندير فيهم باش كيجي البنه ديال الفول كتبقى هي هذيك. وشويه ديال الزيت، راكم عارفين حنا موالفين كنديروهم غير بالبلديه. دابا دارت شويه وبان لي راه ناقص، وغادي نزيد شويه د البلديه وغندير هذا، وغادي ندير الزيت عاوتاني النباتيه. هنا الكمون هانتوما شفتوا من بعد ما ضفت، هانتوما شفتوا الثومه تبارك الله وريتها لكم طايبه مع داك القزبر مع الكمون مع الزيت ميلونج مع البلديه والروميه والهريسه. هانتوما شفتوا كما قلت لكم كنديرها تكونجوله وكنجبدها مرصويات بحال هكا. هنا هانتوما داك الصدر ديال الدجاج تبارك الله طاب وكتجي مريق داك هذا ديالو شرموله ديالو معلكه. هانتوما تبارك الله كيجي غزال. هنا الفول صافي من بعد ما حركته شويه ما كياخذش بزاف الطياب، كيتعسل حتى هو كيتعلك بحال هكا كيجي غزال ناشف تبارك الله. وصافي الفطور ديالنا هو هذا. اللهم ديمها نعمه يا ربي وحفظها من الزوال. وشكرا لكم نتوما على التتبع ديالكم اللي تبعتوا معايا الفيديو حتى لهنايا، شكرا بزاف. مع براد ديال اتاي، الحريره كانت عندي من البارح يعني غير سخنتها، والعصير اللي كيحماقوا عليه الوليدات كيجي بنين. واخا كندير العصير كما كان، ولكن ملي كندير لهم هذا كيعجبهم بزاف. الا كان عندكم التفاح كنضيفوه، كان البنان كنضيفوه، يعني بهذا
هاد خيزو والبطاطا وداك واحد الكمية 2 ولا 3 ديال الحامضات و3 ولا 2 ديال البرتقالات، يمكننا نطحنوا بهم شحال ما كان. يعني أنا تبارك الله درت داك الكمية وزدت تقريبا 2 يطرو ديال الما، كيعطيني شي 3 يطرو ديال العصير وما أكتر. يعني تبارك الله كتعطينا واحد الكمية شباكية، التميرات، سلّو، المهم الطبيلة ديالنا هي هادي، المسمّن اللي بغا ياكل مسمّن. تبارك الله كلشي موجود، اللهم ديمها نعمة يا ربي ويحفظها من الزوال. وشكرًا ليكم، الله يرزقنا ويرزقكم من حيث لا نحتسب. شكرًا ليكم ودمتم في رعاية الله. وما تنسّي لايك وأبوني اللي ما مأبونيش، والتعاليق الزوينة. يالّا السلام عليكم، إلى فيديو قادم بحول الله.